سامسونج السنه دي ما عملتش مؤتمر وخلاص. سامسونج قالت احنا هنغير احساسك بالموبايل نفسه، تصميم مختلف وذكاء اصطناعي اكتر. والمفاجاه ميزه البرايفسي ديسبلاي اللي لاحظناها في الجهاز لاول مره، واللي هتخليك تبطل تشتري سكرين برايفسي. اول حاجه لاحظناها في سلسله ال 26 كلها ان سامسونج اشتغلت على التصميم بشكل واضح، بمعنى ان السلسله كلها بقت نفس الكورنرات بزاويه واحده. وطبعا الثلاث شاشات بيجوا دايناميك اموليد 2 اكس 120 هرتز وسطوع اعلى من السنه اللي فاتت، مع الوان اقرب للطبيعه. والمعالج الجديد رهيب، ال8 اليد جين 5 4 جالاكسي. بس في العادي والبلس في نسخه اكزينوس 2600 اللي بيجي ب 2 نانومتر، والمعالج ده اكتر كفاءه في استهلاك الطاقه، يعني بيوفر معاك في البطاريه. وسامسونج ركزت السنه دي على الاداء، انه يفضل ثابت من غير سخونيه ومن غير نزول في الفريمات وانت بتلعب. ونيجي بقى للكاميرات، الزوم بقى احترافي اكتر مع الاي اي اكتر من السنه اللي فاتت، وتحسينات كبيره جدا في التصوير الليلي. وكالعاده الالترا بيجي بكاميرا 200 ميجا بكسل. ودلوقتي في الاي اي بقت كل حاجه سهله، يعني انت لو لابس بدله سودا وعايز تخليها لونها ازرق يعملها لك، ولو انت في مكان يقدر يخليك في مكان تاني خالص، يعني هتسافر وانت جوه موبايلك. دلوقتي حرفيا كل حاجه بالاي اي بقت تقدر تتعمل، وخصوصا جدا مع سامسونج على عكس شركات تانية. ومع سامسونج السنه دي رجعت بيكسبي تاني مع الاي اي. ونيجي بقى للسماعتين الفور والفور برو، دلوقتي الشكل اختلف وبقى مربع، والتصميم بقى انحف وراحه اكتر في الود، وتحسين جدا في توزيع الصوت واداء المكالمات، يعني بيعرف يفرق جدا بين صوت الشارع وصوت حد بينادي عليه. وعزل الضوضاء بقى حاجه رهيبه، بيتغير على حسب البيئه اللي حوالينا، بقى بيعرف يتعامل اكتر مع سامسونج. وتحكم في الصوت بالاي اي، وطبعا الترجمه الفوريه كالعاده موجوده. مؤتمر السنه دي مش تحديث سنوي وخلاص، ده اعاده ترتيب للسلسله كلها، تصميم انضف، خصوصيه اعلى، وطبعا اي اي كتير، وتجربه متكامله من الايكو سيستم بين الموبايل والسماعه. السؤال هنا بقى، هي الاس 26 هي اقوى سلسله سامسونج نزلتها؟ اكتب لي في الكومنتات. سلام.